أول طلب رسمي من المملكة العربية السعودية إلى المملكة المغربية الشريفة بعد إعلان السعودية ترشحها لاستضافة تنظيم بطولة كأس العالم 2034، وتطلب طلب من المملكة المغربية مش هتقدر تعمله إلا المغرب في أفريقيا. السلام عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة. لايك، بارتاج، مبروك للمغرب فوزها بتنظيم بطولة كأس العالم 2030. وطبعا امبارح شفنا المملكة العربية السعودية ترشحت لملف تنظيم بطولة كأس العالم 2034، وكلنا مش هننسى الموقف العظيم اللي عملته السعودية اتجاه المملكة المغربية، وهي انسحابها في تنظيم بطولة أو تقديم ملف بطولة 2030 علشان يتم توحيد الأصوات العربية لتوفير الأصوات العربية في تنظيم الملف المغربي بطولة كأس العالم 2030. والسعودية تيقنت وعرفت أن المملكة المغربية خاصة ممثلة في السيد فوزي لقجع الوحيدة القادرة على مساعدتها في أفريقيا أو ضمان الأصوات الأفريقية. وطبعا في بيان رسمي طلبت السعودية موقف من المملكة المغربية تقف بجانبها في ترشحها لاستضافة كأس العالم 2034. وزي ما عرفنا أول دولة عربية وقفت وأعلنت تأييدها الكامل للسعودية كان المملكة المغربية، ووزارة الخارجية المغربية أعلنت دعمها الكامل للملف 34 اللي ينظم في السعودية. علشان كده فوزي لقجع طبعا انتوا عارفين محبوب في افريقيا، ليه مش هقول نفوذ زي ما بيقولوها، ليها محبين كثير في الاتحادات الافريقيه، لان السيد فوزي لقجع خادم بالبلد كده او بالمصري كل الدول دي، علشان كده هيقف بجانب السعوديه. اشكركم شكرا جزيلا، كل التوفيق للملف السعودي، ان شاء الله دوله عربيه مسلمه جديده لقاره اسيا تنظم بطوله كاس العالم. سلام.